أهلا بكم في قناتنا قناة ترند النجوم لكل ما هو جديد في عالم الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناتنا. زين كرزون تعلن فسخ خطوبتها من عبد الله كنعان وتعرفوا على سبب قرار فسخ خطوبتها منه. فاجأت نجمة السوشيال ميديا الأردنية زين كرزون متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها فسخ خطوبتها من عبد الله كنعان بعد مرور شهر فقط من الخطوبة. وكتبت زين كرزون عبر حسابها الرسمي على تطبيق سناب شات: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، تم فسخ خطوبتي على عبد الله كنعان وقدر الله وما شاء فعل. وأثار الإعلان المفاجئ للناشطة الأردنية زين كرزون فسخ خطوبتها من رجل أعمال عبد الله كنعان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن الأسباب التي دفعتها لهذه الخطوة التي جاءت بعد شهر فقط على ارتباطهما. وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن إقدام زين على فسخ خطوبتها جاء بعد أن ألقى الأمن القبض على كنعان بتهمة تعاطي المخدرات، وهو ما أكدته مصادر أمنية. وأوضحت المصادر أنه تم توقيف عبد الله كنعان على إثر قضية تعاطي مواد مخدرة، وبرفقته أحد الأشخاص المروجين والمطلوبين بقضايا مخدرات ويحمل قيودا سابقة بالتعاطي. وكانت زين قد احتفلت في 24 من شهر يونيو الماضي بخطوبتها على الشاب عبد الله كنعان بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء. وتم الاحتفال بالخطوبة على نطاق ضيق بالتزامن مع عيد ميلاد زين وهيا كرزون. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لزين وخطيبها، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأخضر الغامق مع تسريحة شعر برفعة من الخلف ومكياج ناعم، بينما ارتدى خطيبها بدلة دون ربطة عنق. وعلق المغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي على بكاء زين في عيد ميلادها، حيث بدت وكأنها متفاجئة، بينما نفى المعلقون ذلك عنها، مؤكدين أنها على دراية بأن الرجل الأعمال سيطلب يدها في حفل عيد ميلادها. وقالوا إن فستانها وشكل التسريحة وكمية التحضيرات دليل على علمها بذلك، فهو مناسب للخطوبة وليس لعيد الميلاد. وزين كرزون هي شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرزون من مواليد 25 يونيو عام 1990 ميلاديا، وقد صدع اسمها بسبب تطبيق سناب شات، حيث تعتبر من أبرز الناشطات في التطبيق، ولها شقيقة توأم تدعى هيا وهي ناشطة أيضا عبر سناب شات. إلا أن زين كرزون استطاعت وبوقت قياسي تشكيل قاعدة جماهيرية كبيرة داخل الأردن وفي الوطن العربي، غير أنها تتعرض بشكل مستمر لهجوم من متابعيها الذين ينتقدون بعض تصرفاتها وما تنشره غالبا،